العيد بكره، وبما ان العيد يعني خروج والخروج يعني لازم ناكل ونحلي، فقلت الحقكم على طول باجدد اكل وحلو في مصر. نبدا باول واحد على طول، بافلو برجر. عامل حاجه اسمها تشيكن فرايز، وعامل نوعين فرايز باف جداد، النوعين ترافل، وعاملين واحد بالباف وواحد بالناتشوس. مضغوط دجاج ومضغوط دجاج، عامل وجبتين جداد، واحده مش موجوده ابدا اسمها العتبه الخضراء، والثانيه مبكبكه سجق تندوري. اهو شايفين سجق دسم جدا. كانسس فرايد تشيكن، عاملين ساندوتش اسمه دبل اب، وعاملين حاجه اسمها مسحب دانكس، وعاملين ماكن تشيز جديده. راد جوت، ومطعم راد جوت عامل 3 سموكي تريز جديده، بتبقى عباره عن بريسكت مدخن مع سجق مدخن مع دبابيس مدخنه. وهمي برجر، ووهمي برجر عاملين بوكس جديد اسمه كرانش ديب بوكس. نغطس كده في الجبنه، ايوه، بعد كده في الناتشوس. الفكره كلها ان انت بعد ما تدبه بيبقى بالشكل اللي قدامكم ده كده. تشيكن بلانيت، والتشيكن بلانيت قرروا يخشوا اللعبه بتاعت ناشفيل، وعاملين ناشفيل تشيكن جديد، وعاملين منه ستريبس وقطع وريزو وسندوتشات وحركات بلبن. وبلبن عاملين 3 اصناف جداد، ريمونتادا مانجا لما رجعوا على طول، وعاملين حاجه اسمها كريب ماجنم، وعاملين حاجه اسمها دباديب لندن، صوص كندر وصوص بيستاشيو وصوص شوكولاته. وانا الصراحه ما اعرفش مين العبقري اللي جات له فكره انه يحط دبدوب بالمنظر ده كده عشان ناكله. يعني ليه نايم الدبدوب على وشه كده؟ اديني راسك بودنك كده حبيبي. ناخد بقى من البوب بتاعت الدبدوب الثالث. مؤاخذه معلش سامح.